الراجل ده عامل ايه؟ ده شغال ايه؟ انا سمكري سيارات. سمكري سيارات. ايه العجله الجميله دي؟ الورشه بتاعتي. دي الورشه. فين الكرسي بتاع العجله فين؟ انت نقلت الكرسي ورا؟ اشمعنى؟ راجل زي ده عمره كام؟ حركات. كنا بنهزر راكب ونضحك، عجلة. فجأة لقيتك في بيسعى حاجة رزقه. جواك مضايقاك، حسيت في حاجة. كمان مالك؟ ايه بيفكر اللي في مضايقك؟ أهل يعني الرزق. الحمد لله رب العالمين. انت كنت رايح فين كده؟ انا بشتغل على باب الله، يعني بسعى. أنا بعد فيها ايه العجلة دي؟ الفطار حاطط فيها ايه؟ الفيديو محمل فيها ده حاجة؟ شويه عده خلاني خفاف قوي أسمع على شوية عد. راح شغلانة معينة دلوقتي ولا لا رايح؟ بلف والله. انا إحساس. بقى ورزقي بقى بعرض شاعر. خدماتي على الناس اللي عايز يعمل حاجه بعملها له، وبلف مصر كلها ده مش عند بالدراجة الراجل ده بتاعتي بس، الحمد ده لله. بالعجلة دي. عند أخبار الجيل الشغل من إيه؟ المصريين. بسعى وربنا بيمن عليا. يعني انا لسه جاي من العباسيه، ربنا رزقني براجل زي حضرتك، عملت له راجل شغل جميل. وربنا رضاني يعني. انت ماشي معاك كام في جيبك دلوقتي؟ عملت الشغلانه ب 200 جنيه، معايا بقيت ال 200 جنيه. عليك ديون؟ انا لسه كان في مشكله كده، خدت من واحد حبيبي 300 جنيه. 3300 جنيه. آه. عينك مدمعة، ايه اللي جواك مضايقك؟ عرفني، ممكن اقدر اساعدك. احنا بس عايزين نساعد ما يفكرش في نفسه. اخواتنا في ما غزه، يفكرش في نفسه وهو نبعت في لهم أعز طعام الاحتياج. وشراب. ربنا ينصرهم يا رب. ربنا ينصرهم ويصبرهم. لو في حد بيلم تبرعات لغزة تشترك؟ شارك بروح تتغدى ايه النهارده؟ اللي ربنا يبعته، ربنا اللي بيبعت. نفسك في ايه؟ نخف شويه على اهل غزه، نبعت طعام وشراب لاهل غزه. اهل غزة شاغلينك، انت بتفكر فيهم كتير. ما ضروري اخواتنا واهلنا ممكن نلم لهم تبرعات وانا ممكن اوصل لهم التبرعات نلم دي. لهم تبرعات. دي ابسط حاجه أول ما قال له نقدمها هتشارك، لهم. تشارك معانا؟ طلع 100 جنيه. الفلوس 100 اللي جنيه. معاه عطى 100 لاهل غزة. وبقى له 30. انت كده ماشي بكام؟ حوالي 30 جنيه ولا 40 جنيه. 30 جنيه؟ يعني انت اديتنا 100 جنيه وسبت لنفسك 30 جنيه؟ ان شاء الله هتيجي فلوس تانية بامر الله. طب ما انت اولى بالفلوس دي. اهل غزه اولى. ما تعرفش هتاكل ايه ولا هتشرب ايه ولا هتروح ازاي؟ هناكل دلوقتي وهنشرب، ربنا بيطعمنا. لما بنيجي بناكل بايدينا، دي ايد ربنا. انت دلوقتي كنت ماشي ب 130 جنيه، انت اديتنا 100 جنيه اتبرعت بيها، ايوه. سبت لنفسك 30 جنيه. انت دلوقتي لو اتزنقت بكره اهل غزه هيعملوا لك ايه؟ اهل غزه عاملين لنا كتير الحمد لله رب العالمين. زي الرجوله والشرف والكرامه، كل ما هو جميل عندهم. نعم. مش هتندم انك انت اديتنا 100 جنيه لا، دي بكره مش لما ه- تتعذر؟ وان شاء الله هطلع كده اعمل ب 200 300 500 والله اعلم، يعني ان قدر ربنا. واثق في ربنا؟ اكيد طبعا 100%. اخوك ايمن مصطفى من مؤسسه حياه كريمه، هديه بسيطه من مؤسسه حياه كريمه. شكرا يا فندم، ربنا يكرمك. شكرا. بفلوس بقى. فلوس تقريبا. مش عارف، شوف. دول 20000 جنيه. الشغل بتاع ربنا. ونعم بالله. تبكي ليه طيب يا معزة؟ الشغل بتاع ربنا الحمد لله. هبسط نفسي وهبسط اللي حواليا. كان في زنقه وفلوس جت في وقتها؟ 4 أسابيع ابني داخل وما رحتلوش، دخل اتجوز وعمل اولاد. من 4 اسابيع ابنك دخل. اه ما زرتوش؟ لا. ليه؟